الجديد في قضية مقتل الطفل عدنان من قناة الجاسوم. كشفت مصادر مطلعة أن الجاني رغم حرصه على التخفي وتغيير شكله بعد تداول صوره بمواقع التواصل، إلا أنه ارتكب خطأ غريب ببعث رسالة نصية إلى هاتف والد الطفل عدنان، وعرض عليه دفع فدية مقابل التنازل عن القضية. هذا المعطى سهل مهمة المصالح الأمن في تحديد هوية المختطف، حيث لجأت إلى شركة الاتصال للحصول على بيانات الرقم الهاتف التي أرسلت منه الرسالة لتتوصل إلى أن صاحب البطاقة هو نفس الشخص الذي ظهر برفقة الطفل عدنان. وبهذا تم القبض على المختطف. وبعد محاولات في التحقيق اعترف الجاني بالخطف، وكانت خطته لخطف الطفل كالتالي: أوقف الطفل عدنان وسأله عن روض الأطفال، وإذا بالروض بجانب المنزل الجاني، وبعفوية الطفل أخذه إلى مكان المطلوب، وعند وصوله طلب منه الانتظار أمام البيت ليعطيه هدية بسبب مساعدته له. انتظر الطفل وفجأة طلب منه الدخول ليعطيه هدية، وبسذاجة الطفل عدنان دخل ليأخذ الهدية فأمسك به واغتصبه، وفي محاولات من الطفل بالصراخ أقفل فمه، فإذا بالطفل مات بسبب الاختناق، فأخذه إلى سطح المنزل وغطاه وتركه هناك إلى أن جاء أصدقائه، وبسبب خوفه لم يعلمهم عن جريمته، فأخذه ودفنه، ثم ذهب إلى الحلاق لحلاقة لحيته وشعره. ومن مصادر موثوقة قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة إحالة المتهم باغتصاب وقتل الطفل عدنان رفقة شركائه الثلاثة على القاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لمباشرة البحث التفصيلي حول المنسوب إليهم، وأن قاضي التحقيق أودع المتهمين الأربعة احتياطيا بالسجن المحلي بطنجة بعد أن أجرى معهم بحثا ابتدائيا بناء على المحاضر المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية للأمن الولائي بالمدينة، وتنتظر إحالتهم على الغرفة الجنائية الأولى وفقا للتهم المنسوبة إليهم، وتتعلق بالخطف والاحتجاز وهتك العرض والقتل بواسطة الخلق مع سبق الإصرار والترصد والتستر عن الجريمة وعدم التبليغ عنها، وذلك حسب المنسوب إلى كل واحد من المتهمين. وعرف محيط الاستئناف طنجة تأهبا أمنيا كبيرا استعدادا لتقديم المشتبه في ارتكابهم جريمة الاغتصاب وقتل الطفل عدنان. كما أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة مساء الجمعة الماضي شخصا يبلغ من العمر 24 سنة لاشتباهه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرر بهتك عرض القاصر. وأوضح بلاغ بالمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بالمنطقة بني مقادة بمدينة طنجة قد توصلت يوم الاثنين الماضي ببلاغ للبحث لفائدة عائلة الطفل القاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث التحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعد رصد التسجيلات المصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة أسرته. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الطفل عدنان بوشوف. سنوافيكم بأحدث الأخبار في قضية الطفل عدنان، لذلك المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس لتتمكنوا من متابعة كل ما هو جديد. يما جرس رناني قد خاض البحور